السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، معكم اليوم أخوكم رامي كريم على قناة شبكة وعي. فيديو سريع كده من غير ورق أو تحضيرات كالعادة. الحاجات اللي من غير ورق وتحضيرات مش هحطها في بلاي ليست، يعني هخليها لوحدها كده، لأن البلاي ليست بحط فيه أسماء البرامج أو من عام كذا لعام كذا، الحاجات دي. انما اللي من غير ورق وتحضيرات اللي هي فيديوهات طبيعيه تلقائيه كده، اللي من اوله لاخره تجويد من عندي او ارتجال من عندي، هتلاقوها محطوطه، يعني تبقى في قائمه الفيديو لوحدها على طول، مش في بلاي ليست، يعني مش في قائمه. طيب، صباح الخير حسب التوقيت. لا، احنا التوقيت الصبح، يبقى مساء الخير. صباح الخير، قصدي بهزر معاكم. المهم، انا طالع من فيديو النهارده الرد على واحده اسمها منى الشاذلي، اللي هي بتاعت امريكا دي، اللي بتلبس نظارة شمس ومحجبة وفي العربية، وبتطلع تتلفظ وتشتم طول حياتها، مش طول فيديوهاتها، لا طول حياتها. يعني معرفش ازاي واحدة محجبة وبتمثل الاسلام وبتطلع تشتم بالالفاظ دي. طب بتشتم بالالفاظ على مين؟ على مصر وشعب مصر وقيادات مصر وامن مصر اللي هي الداخلية او الامن الوطني. يعني فاكرين لما مسلسل الاختيار اتعرض، مسلسل راس الافعى، لما ضباط الامن الوطني طلعوا يحققوا بهدوء ومن غير تعذيب والحاجات دي، زي اللي كانت في مسلسل ادم زمان، ماجد المصري وتامر حسني واحمد زاهر. قلت لكم كمان على الموضوع دوت في البث الاخير ليا على الفهد الساطع، لما كنت بتكلم على موضوع بلال فضل في فيلم واحد من الناس. زي ما انا قلت ساعتها ان انا مش بكره الافلام دي، يعني انا مش كاره الافلام نفسها، انما مش حد، يعني ان لما الكلام يطلع من سيناريست مصري يقول انه مش عاجبه مسلسل الاختيار علشان الضباط اللي فيه بيحققوا بعدل وبإنصاف وباحترام وبوطنية. امال هو عايز ايه؟ هو عايز يبقى المنظومة كلها فاسدة زي ما طلعها فيلم واحد من الناس، ولا عايز الزمن يرجع لمسلسل زي آدم اللي انا كنت بقول عليه، التعذيب والظلم. يعني اللي كتب مسلسل آدم كان فاهم شوية، اللي هو احمد محمود ابو زيد، ولا محمود، مش فاكر، محمود ابو زيد ولا احمد محمود ابو زيد، كنت بتلخبط بينهم. اللي كاتب مسلسل ادم طلع فيه ضابط امن دوله فاسد، اللي هو سيف الحديد اللي جسده ماجد المصري، بس قصاده بقى جاب احمد زاهر، هشام مدكور، ضابط امن الدوله الوطني، كان يعني كان عصبي برضه وبتاع شويه، بس ما كانش بيعذب حد. يعني حتى في مشهد من المشاهد لما سيف الحديدي كان بيواجهه على بعد ما هشام هرب ادم، فهشام قال لي سيف ايه؟ انا ما بحقق مع واحد وما بلاقيش عنده معلومه ما بحسش بالظلم. عارف ليه؟ لان عمري ما ظلمت حد. فمش كل الضباط فسدة، يا اللي اسمك منى الشاذلي طالعه تعيط وتشتم الشعب المصري كله علشان اخوها انضرب طلقه في رقبته من الشرطه. طب انت عرفتي اسباب القبض عليه؟ طيب، او اسباب الواقعه دي دورتي كويس، ولا هو
اللي هو مثلا انا سمعت ان اخويا اتقتل، انا بفرض مثلا يعني اخويا اتقتل، فاطلع اعمل فيديو على طول واقول يا الداخليه يا بنت كذا، الداخليه بلطجيه مش عارف ايه، اللي هو جو مسلسل كلبش واحد بتاع قراره، لما امين الشرطه هو اللي قتل زياد في اسم الشرطه واتهم فيها الضابط. عن ما سليم الانصاري كان عصبي وبتاع وعنيف، بس كان ضابط شريف، ضابط وطني، واتهم في القضيه ظلم. ما هو ده بيحصل في الواقع، عشان اللي بيقعد يقول الواقع غير المسلسلات، لا يا حبيبي، المسلسلات هي الواقع، قصدي المسلسلات ده اللي حصل في الواقع واللي بيحصل حاليا. يعني اللي بيحصل حاليا ان الداخليه مش بلطجيه، وناس كتير اتهمت في قضايا ما لهمش اي ذنب فيها. كل ده ليه؟ علشان هم ضباط وطنيين بيحققوا الامن والامان والعدل في البلد. ما سيبك من الازمات والسلبيات دي، يعني دي حاجه على جنب موجوده في دول العالم كلها. اللي بيطلع يهاجم لك المسنين اللي واقفين طوابير بره البنك ولا مش عارف ايه، باين حاجه زي كده، لقيت تعليق حلو محترم عجبني بيقول طب الطوابير دي موجوده في العالم كله. بص انا هنا في ايطاليا ميلانو، في بوسطه ايطالياني اللي هي البوسطه باي، زي يعني مش في مصر في انستا باي، هنا بقى في ايطاليا عندنا بوسطه باي. فرحت مره علشان اخلص حاجه ماشي، لقيت برضو طوابير بره، يعني ناس مستنيه بره، وناس برضو كبار في السن شويه. ما عملتش انا بقى فيديو ولا حلقه كامله اقول يا واعيط اقول يا بصوا الكبار واقفين هنا ازاي هو كان زحمه، فطبيعي الناس هتستنى بره. حتى لو مش زحمه، ممكن تكون مثلا ممكن يكون المكان لسه ما فتحش او بيمسحوا جوه. ما هو بص يا جماعه، ما دايما انا بقول، انا بتكلم اهو باحترام ومن غير عصبيه ولا شتايم ولا اهانات ولا هجوم. دوروا على اصل الموضوع كويس وبعدين اطلعوا اتكلموا. بس ده اللي عندي. اللي اسمك منى الشاذلي، لمي لسانك شويه، ده كلام عادي مش شتايم برضو او هجوم، يعني لمي نفسك شويه، لمي لسانك ده شويه. لسانك حصانك، الصوت حصانك، وان هنت هانك، وانت كده هنت نفسك وهنت اهلك. اللي انت طالعه تعيطي على اخوك اللي انضرب بالنار من الداخليه بسبب قضيه الله اعلم لسه فيها ايه، ممكن يكون يعني مطارده حصلت، قتل حد وحد بلغ عنه، سرق حد او حد بلغ عنه. فدوري في الموضوع كويس، وبلاش بقى تشويه في مصر، وبلاش بقى او كفايه تلفظك الدائم المستمر بتاع يا ابن بائعة الهوى وبلوحتي ومليكة تحتاني ومش عارف ايه، زي الشتايم اللي بيقولها الواد بتاع اللي اسمه مستر بوكر ده، الواد المقنع دوت، وصوته في الفيديوهات تخين، انما صوته الاصلي في اللايفات المباشرة الصوت العادي، الصوت الطبيعي. ما هو كان عامل بس مرة اللي هو مستر بوكر، فلاحظت تغيير صوته، فكتبت له في التعليقات صوتك هنا مختلف عن الفيديوهات، فقال لي ان الفيديوهات بيعمل لها بقى المونتاج وبتاع فبيغير الصوت، انما في البثات المباشرة ما ينفعش يعمل فيها مونتاج لانها لايفات مباشرة على طول. فانا بقول لكل واحد بيسيء لمصر لم نفسك، لن تنال من مصر ابدا، خليك في بلدك، واي حد بعد كده هيطلع يسيء لمصر بكلمة هطلع ارد عليه. مش انتوا ماشيين مبدأ كلمة قصاد كلمة زي الميزان، يعني نشوف كفة مين اللي هتطب.
كافة مصر لا تطب بإذن الله، اللي هتنجح يعني، لأن دي مصر دولة استثنائية عن أي دولة أخرى. هي الأزمات كلها في بلاد العالم كلها واحدة، زي يعني أصل الأزمة مضيق هرمز بسبب الحرب، وإيران هي اللي قافلة أصلا، إيران هي اللي قافلة المضيق. طب يعني يعني مصر ذنبها إيه اللي بيحصل في العالم الخارجي يعني؟ ليه النفط والبترول والغاز والكهرباء تتأخر عن مصر ويحصل أزمات ومشاكل؟ وبسببكم برضو خليتوا الشعب يعني يعني ايه، نسبة معينة من الشعب بتطلع تعيط وتصرخ وبتاع وتشتم الرئيس. طب الرئيس ذنبه ايه؟ تشوفوا ايران واللي عملته. فتحيا مصر، 10 رئيس عبد الفتاح السيسي، والسلام عليكم. كده خلصت معاكم، كان معاكم اخوكم رامي كريم، على قناة شبكة وعي واحد. يعني ايه كلمة وعي؟ ده اسم القناة بالكامل. مع تحياتي.